تحدث هانزي فليك بعد فوز برشلونة الصعب أمام بلد الوليد بنتيجة 2-1 في مباراة شهدت إصابة غافي وداني رودريغيز و9 تغييرات دفعة واحدة في التشكيلة. فماذا قال مدرب برشلونة؟ أولا فليك قال: لست محبطا كما تعلم عندما تقوم ب9 تغييرات في التشكيلة، فالأمر ليس سهلا على اللاعبين الذين دخلوا، هم لاعبون شباب وأنا أؤمن بهم. لقد أظهروا اليوم أنهم قدموا كل ما لديهم. لم تكن مباراة سهلة، لأنك حين تملك الكرة وتسيطر كما فعلنا ثم ترتكب خطأ أو تحدث هجمة مرتدة سريعة، فهذا دائما ما يحدث. ثانيا فليك قال عن إصابة داني: أشعر بالحزن الشديد من أجل داني، لقد عاد من الإصابة وهذه كانت أول مباراة له معنا. أعتقد أنه كان سعيدا جدا بخوضها وأظهر ما كنت أراه منه في التدريبات وكذلك في المباراة، وهذا ما أريد. عندما تكون معه الكرة يحاول أن يفعل شيئا في مواقف 1 ضد 1 وأن يخلق بعض الفرص. سنعتني به، وإذا تعافى سيتمكن من التدرب معنا بشكل دائم. ثالثا فليك قال عن غافي. رابعا فليك قال عن تير شتيغن في الشوط الثاني أظهر مدى جودته وكيف يمكنه أن يؤدي. كان من الجيد رؤية ذلك. تشيزني سيلعب في دوري الأبطال وأيضا ضد ريال مدريد.